كل الحب والتقدير لحضراتكم من حدائق المنتزه، الخلطة الملكية للاستمتاع بأجمل اسكندرية. المنتزه جنة ورئة، حدائق وزهور، بحر رائع وبحيرات كمان، قصور وأماكن ملكية، فنادق من أجمل الفنادق في اسكندرية، كوبري تاريخي وكشك ملكي للشاي تقدر تقعد وتستمتع فيه وتعيش عيشة الملوك. المنتزه بعد التطوير صحيح بقى أجمل، بس سعر الدخول بقى 50 جنيه وبتركن عربيتك ب50 جنيه، وعلشان ما تمشيش خصوصا في شمس النهار يبقى هتركب عربية الجولف كار دي ب30 جنيه. لكن يفضل المنتزه من أجمل الأماكن اللي لازم تزار في اسكندرية. لكن لما يبقى في وسط الجمال اللي شفناه ده منتجع للديوز عبارة عن شاطئ ولا أروع وكباين على حمام سباحة على أعلى مستوى، الحقيقة في روقان ما شاء الله اتعمل في المنتزه باي. ما تيجوا نشوف المنتزه باي، حمام سباحة وشاطئ وكباين وألعاب مائية ومطعم وكافيه، شاطئ من أجمل شواطئ اسكندرية. والسنة دي أضافوا حمام السباحة والكباين، رجعوا لنا ذكريات كباين المنتزه الجميلة. أول ما بندخل بنلاقي على اليمين حمام السباحة، تعالوا نشوفه. موجود هنا زي ما حضراتكم شايفين 2 حمام سباحة، حمام سباحة للكبار اللي على اليمين ده، وحمام سباحة للأطفال الموجود على الشمال، بينهم جلسة أو مكان للجلوس في المية. في 15 كابينة بتطل على حمام السباحة بحمام خاص وخزنة وشيزلونجات زي ما هنشوف بعد شوية. موجود مطعم وكافيه تقدر تطلب اللي انت عايزه. ان شاء الله هنشوف المنيو بتاعهم اخر الفيديو بعد ما نشوف الكباين وننزل نشوف الشاطئ. تعالوا ندخل نشوف الكابينة من جوه عاملة ازاي. زي ما حضراتكم شايفين في 2 شيزلونج، موجود مكان تحط حاجتك فيه، ومهم جدا وجود خزنة تقدر تحط حاجتك وتنزل البحر او البسين براحتك من غير ما تشغل بالك او تقلق على متعلقاتك. طبعا في حمام خاص زي ما احنا شايفين، موجود دش وحوض ومراية، حاجة فل خالص. ممكن تعملوا دي يوز بكابينة، وممكن استخدام حمام السباحة والاستمتاع بخدماته من غير كابينة. حمام سباحة من غير كابينة سعر الفرد 500 جنيه. 500 جنيه لاستخدام حمام السباحة فقط دون نزول البحر. البحر ليه سعر لوحده 300 جنيه الفرد، هنعرف تفاصيله بعد شوية. اللي هياخد كابينة من حقه بقى استخدام البحر واستخدام حمام السباحة الاتنين زي ما هو عايز. الكابينة بتاخد حد أقصى 4 أفراد ب5000 جنيه دي يوز. الفرد الزيادة على الكابينة، احنا قلنا الكابينة 4 أفراد، نفترض خدت كابينة 4 أفراد ومعاك حد زيادة بحد أقصى 3 أفراد، بتدفع للفرد الزيادة 500 جنيه. طب لو انتوا أقل من 4 أفراد هتدفع سعر الكابينة اللي هو 5000 جنيه برضه، لأن ده سعر الكابينة. تعالوا نشوف الشاطئ ونعرف اسعار الالعاب المائيه. سعر دخول الفرد بقى 300 جنيه من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 7 المغرب، و150 جنيه من 7 المغرب لغايه 7 الصبح. كل 4 افراد بيكون ليهم شمسيه وترابيزه، والاطفال اقل من 6 سنين مجانا، اكتر من 6 سنين بيدفعوا تذكره كامله. الشاطئ زي ما احنا عارفين ملاصق للمعمورة، وبالتالي ميته زي مية المعمورة. الشاطئ ما شاء الله طويل وعريض، مساحة الرملة كبيرة قصاد الشاطئ. الشاطئ موجود جنب الكوبري التاريخي، الكوبري الأحمر، كوبري أيقونة المنتزه. وهنلاقي علشان كده في صفوف شماسي كتير ما شاء الله، لكن تحس انه في بعض الخصوصية لأن الشماسي بعيدة لحد ما عن بعض، وده بسبب المساحة الكبيرة.
تعالوا نشوف المية. معمورة والمنتزه من أفضل شواطئ اسكندرية في روقان ونظافة المية. الشاطئ هنا مجهز بحاجز شبكي عشان يمنعوا الأناديل أو الأعشاب البحرية إنها تيجي على الشاطئ. تعالوا نشوف الرياضات البحرية الموجودة. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيب. الله يخليك. نورت المكان كله. عامل ايه؟ الحمد لله. الأسعار ايه السنة دي؟ لا الاسعار زي السنه اللي فاتت بالظبط، مفيش حاجه اتغيرت. كله تمام. اي لعبه بتبدا الفرد من 150 لحد ال 300. يعني البيتزا دي 300 الفرد 300 ان شاء الله، والبنانا بوت الفرد ب 200 ب 200 ان شاء الله. ان شاء الله. اليوبا الفرد 250. تيوبر 250. الغروب بس، فيعتبر الالعاب قفلت عشان احنا بنشتغل مع شروق الشمس للغروب. ايوه ما انا بقيه فاهم. الالعاب دي بتتشال. طب والجيت سكي سكي ربع ساعة مثلا ب 1000، عليها خصم نص ساعة ب 1800، الساعة ب 3000 ونص. الساعة 3000 ونص إن شاء الله. ان شاء الله. حضرتك بتنور. حبيبي كل سنة وانت طيب. ناس محترمة وزي الفل، ربنا يخليك. ماشي يا باشا، كل سنة وانت طيب. الشاطئ موجود تحت الكوبري التاريخي. الكوبري ده أمر بإنشائه الملك فاروق علشان يربط القصور الملكية بكشك الشاي. كلف ساعتها المهندس المعماري المصري الشهير مصطفى باشا فهمي. مصطفى باشا قام بتصميم وإنشاء الكوبري وكشك الشاي، وكمان عمل حاجات كتيرة في المنتزه هنتكلم عنها بالتفصيل واحنا بنعمل حلقة المنتزه. إن شاء الله انتظروها في القريب العاجل، لأنه هو اللي عمل برج المية وهو اللي عمل محطة القطر الملكية. مكاتب الإدارة هو اللي عاملها، المركبات الملكية هو اللي عاملها، وهكذا. انتظروا حلقة عن المنتزه هتشوفوا اللي ما شفتوهوش قبل كده. موجود داخل الشاطئ مطعم وكافيه. الكافيه بيقدم كل انواع المشروبات السخنه والساقعه، وبيقدم كل انواع العصاير والايس كريم وبعض انواع الكيك وبعض الحلويات. اما المطعم فبيقدم فطار وبيقدم بيتزا وكريب وبرجر وسندوتشات وبعض الاطباق الرئيسيه. تعالوا نتفرج على المنيو علشان تكونوا خدتوا فكره عن الاسعار. اسيبكم تتفرجوا على المنيوهات.
كل الحب والتقدير لحضراتكم، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.